السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى تكونوا بألف خير. المهم الموضوع اللي بغيت نناقش دابا هو أن الرزق فاش تنقولوا الله يسهل عليك باش يرزق ما تتعنيش دائما المال، ما تتعنيش دائما الفلوس. طبعا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وربي ذكر على حبه فوق ما تيتذكر المال في القرآن، على حبه. يعني كلشي كيحمق على الفلوس، ما كاينش شي واحد في هذه الدنيا ما كيحمقش على الفلوس الا كان مجنون او ناقص عقل، يعني ما عارف شنو هما الفلوس. تيبغيه جميع انواع ديال البشر، جميع الفئات. ولكن ملي كنقولوا للانسان الله يسهل عليك باش يرزق، تقدر تكون عائلته، لان العائله كتهز بنادم. الا كانت شي واحد عنده عائله نقيه واعيين، ما نقولش مثقفين، حيت شحال من واحد قاري ولكن مكلخ وقلبو كحل، يعني هذاك ما نحسبوش. فاش تكون العائله واعيه ونقيه تبارك الله وتيعاونوا تيدعموك حتى نفسيا، مثلا تجي غير اختك مثلا ولا باك ولا امك ولا اختك ولا بنت عمتك ولا بنت خالك ولا هذا تقولك شي كلمه زوينه، هذيك راها بالدنيا. مثلا تحتاجي واحد القدر من المال تصيفطولك وما تمنش عليك بحال ما صيفطاتلكش، او لا تشوفك مثلا عندك شي مشكل مادي تعاونك فيه. انت عاوتاني نهار يسهل عليك الله تردي لها غير كما تيقولوا غير بالفن برقم وانا نفهم. يعني ما تيكون لا من ولا اذى بنادم المحبه. وعلى ذكر المحبه براسها راها رزق. مثلا كاين اللي تتلقاها مثلا شي واحد تيحماق عليها تيموت عليها، وتتقول هذه علاش تيحماق عليها هذاك الشخص هكاك، لان ربي رزقها هذاك، يعني يرزق من يشاء وهو على كل شيء قدير. ربي بغى هذيك السيده واخا ما زويناش، واخا ما تتلبسش مزيان، واخا ما قارياش، واخا ربي بغى يعطي هذيك ولد الناس كيحماق عليها، هذاك رزقها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال على السيدة خديجة الحمد لله الذي رزقني حبها. يعني الحب ما تيكونش عند كل شيء. شحال وحدين انتم شفتوا مزوجين وتيكرهوا بعضياتهم كره العامه. مثلا كاين اللي خدمته تتكون ممتعه، يعني هو تيخدم وهو تيحمق على الخدمه ديالو، مثلا تيكون فيها الصفار، تيكون فيها التفواج، تيكون فيها مثلا الحفلات، تيكون فيها اشخاص ناس طيبين بزاف في الخدمه. يعني كاين واحد النوع ديال الاشخاص تنسمعهم تيقول لك والله ما تنسخى نرجع للدار بقوه لي الخدمه تيحمق عليها. يعني هذا شنو رزق، لان الاكثريه ديال الناس مكرهين من الخدامه ديالهم. مثلا كاين واحد النوع ديال البشر غير تيطيح مثلا في شي مشكله تيلقى واحد الصديق او لا صديقه سبحان الله بحال اللي ربي مصيفطهم له بحال الملاك، تيشوف هذاك الشخص بحال الملاك. وقسما بالله الا مازالين بحال هاد الناس، حيت حنا عايشين في الدنيا ما يمكنش الخير يتسالى، مستحيل. غير انا وليت تنشوف بحال هاد الحالات وليت تنشوفهم بحال معجزات، لدرجه اني تنقول المعجزات ما كيتسالاوش وفعلا المعجزات ما كيتسالاوش. حنا عايشين بالرحمه الله، ويختص برحمته من يشاء. يعني كل واحد فينا عطيه سبحان الله واحد الحاجة، وشحال من واحد عنده شي نعمة اللي هي رزق هو ما حش بها، مثلا الصحة. واش كلشي لاقي الصحة؟ يعني هذا راه رزق، راه اكبر رزق في الدنيا. انا عندي صحتي الحمد لله وكنمشي فين بغيت، وعندي عويناتي وعندي شعري وعندي رجليا تبارك الله وعندي يديا الحمد لله. راه كاين اللي ما عندوش هادشي كامل. بحال في واحد القصه قال لك شي واحد ما عندوش لا يدين لا رجلين لا عينين لا حتى شي حاجه، وتيبقى يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جا واحد تيضحك عليه قال له واش كتحمد الله وانت ما عندك حتى حاجه؟ قال له عندي اللسان. وطبعا عنده لسان وعنده الروح، ربي خلاله الروح، خلاله واحد خلاله القلب لان ما يمكنش يعيش بلا قلب، خلاله الكبده، خلاله الريه، خلاله يعني داكشي اللي تيكون داخل الجسد في الكسده كما تنقولوا. كما قلت لكم كاينين اصدقاء، نعم الاصدقاء تتقول هذاك الصديق ولا صديقه تتقول انني تنرتاح لهم اكثر من خوتي، واخا انا ما تتعجبنيش هذه الكلمه ولكن فعلا راها كاينه. يعني كاين مثلا اللي تتلقى عنده السكن تبارك الله، السكن زوين والجيران زوينين ما شاء الله، ومثلا غير كيخرج من الدار كيلقى تبارك الله كل شيء زوين، تيلقى الطبيعه، تيلقى الخضوره، تيلقى الناس نقيقين، تيلقى تبارك الله كل شيء تيقول صباح الخير مس الخير. هذه راها نعمه من عند الله، هذا راه رزق. نرجعوا للرزق، يعني الرزق راه ماشي غير المال. وبنادم مثلا تينوض في الصباح تياكل تيشرب ما ناقصو حتى شي خير، لاقي الماء، لاقي تيدوش تبارك الله، تيلبس حويجات نقيقيا، هذا اكبر رزق. واش كلشي لاقي الدار؟ كلشي لاقي يعني داك الاكتفاء الذاتي؟ هذاك الاكتفاء الذاتي راه اكبر رزق. فاش كنوضوا في الصباح الحمد لله بعد ربي فيقنا، لان هذاك النعاس راه موت صغير. هنا بعدا فقت بعدا نقول الحمد لله على نعمة الحياة.
نعمة الحياة ورزق الحياة، يعني هذاك راه أكبر رزق. تتنوض من بلاصتك على أحسن حال، وتتشوف أمك، تتشوف باك، تتشوف مثلا اللي مزوجين، تتشوف راجلها، تيشوف مرتو، تيشوف وليداتو تبارك الله في أحسن حال. وداك الشيء اليوم وغدا، لدرجة أننا تنقولوا خلاص الروتين هو راه ماشي الروتين، راه بنادم خصو يحمد الله على ذاك الرزق الذي لا يعد ولا يحصى. يعني الرزق ماشي دائما مال، نحمد الله على احبابنا، على الاسر ديالنا، على الجيران ديالنا، على السكن ديالنا. راه تلقى شي واحد راه غادي يموت بالفقصه وحاسدك على داك السكن، وعلى امك وعلى باك وعلى راجلك وعلى مرتك وعلى ولادك وعلى خوتك وعلى على الفياق. ملي كتفيق تلقى واحد النوع حاسدك وانت راك ما حامدش الله على داك الرزق العظيم. يعني انا تنقول المهم خلاصه القول، حياتنا كلها معجزه وحياتنا كلها ارزاق، خصنا نحمد الله ونشكره. انا قلت لكم واحد فاطر باتاي والزيت والزيتون واحسن من واحد فاطر بالمشوي وما مرتاحش في دماغه وعنده المشاكل. مثلا بنادم عنده مثلا شركه ولا عنده مدرسه ولا تلقاه مشكل، هذاك اللي عنده شركه ومدرسه عاوتاني تلقاه تقول سعدات هذاك اللي ما عندوش هذا الشيء اللي عندي انا، وعنده رزق الهدوء. شتي الهدوء دابا مثلا انا تنصف لكم هذا الفيديو، هذا اكبر رزق في هذا الهدوء الحمد لله، والسلم والسلام اللي عندنا في بلادنا بعدا، والامن والامان الحمد لله. راكم عارفين بلايص واحد اخرين كيفاش راهم عايشين، تتشوف السما نقيه، تتشوف الارض تبارك الله نقيه، تتشوف الناس غاديين جايين الحمد لله. هذا ماشي رزق. مثلا انا بغيت نمشي للبحر تنشد الطوبيس الحمد لله والشكر لله، مثلا ب5 دراهم 7 دراهم 8 دراهم، هذا ماشي رزق. ها انا في البحر جالسه مع الناس المجهدين اللي لاباس عليهم، ما بيني وبينهم حتى شي فرق. هو مثلا جالس في قهوه غادي يصرف على راسو 200 درهم، انا تنمشي تنشري الزريعه وكاو وعاجبني الحال، طايره في السماء بالفرحه، لان تنشوف البحر، كنشوف الطيور كيطيروا في السماء، كنشوف الرمله، كنشوف الناس غاديين وجايين فرحانين. هذا رزق والله القسم لا رزق وبارخص الاثمان. يعني راه حياتنا كلها رزق، نحمد الله ونشكره. غير المهم باش تحيدوا من بالكم هذيك الفكره ديال ان المال هو الرزق بوحده. تيقول لك وفلان عنده مليار، راه كاين اللي عنده 10 ديال المليار وهو مكلخ حاشاكم، وتتلقى الناس كيشوفوه ما كيعطيوهش اصلا عنده حتى 10,000 ريال. يعني وكاين اللي عنده الكاريزما، مثلا تتلقاه على قد حاله ولا يمكن كاع ما خدامش، وتتلقى اللي شافو تيقول واو هذا منين جا، الناس تتعجب به. يعني هذيك الكاريزما راها رزق عظيم. يلا منين جاب هذيك الكاريزما هو ما عندوش الحضور؟ كي تنقولوا الحضور عنده هيبه، كتلقى الناس كلهم معجبين به او لو واحد اخرين حاسدينه في ذاك المكان فين هو. وهذا ماشي رزق، هذا ماشي نعمه من عند الله. يعني الرزق راه ماشي، وهذاك تتلقى هذاك اللي عنده هيبه وكاريزما راه درهم ما عندوش في جيبه وكل شيء كيشوف فيه باعجاب. ما تقولوليش ما تتعرفوش هاد الناس اولا نتوما ماشي منهم. يعني الرزق ماشي دائما المال، والحمد لله يا ربي على هاد النعم اللي عايشينها في بلادنا وهاد الارزاق. يعني واحسن حاجه هي والتواضع راه رزق، الاخلاق راه رزق. واش كلشي عنده الاخلاق؟ راهم الناس خداو الدكتوراه وما خلاو فين وصلوا وما واصلينش، تتلقاهم دماغهم مكلخ، ديك التصرفات اللي كيديروا تتقول واش هذا قاري. وتتلقى واحد مثلا قاري غير تحضيري ولا ما قاريش وتبارك الله واعي، هذاك الوعي منين جابو؟ يلا قولوا لي. ماشي رزق من عند الله، رزق رباني، ربي عطيه له فابور بلا ريال بلا جوج. يعني لكل شيء رزق، ما تبقاش تقولوا الرزق على المال. سمحوا لي طولت الفيديو بزاف ما يتقال، المهم راه كل شيء رزق، كل شيء رزق. كاين اللي في جيبو 10 دراهم ولكن هو عنده واحد السعاده كبيره، هذيك السعاده اكبر رزق. وكاين اللي عنده مثلا 2 المليون في جيبو خارج غير يتسارى بها وهو مكره وحاسد الناس وما حاملهمش وكره راسو وعلى شي مشكل، حيت كاين اللي تيجي غير شي مشكل بسيط تلقاه صافي كره بنادم وتعصب. وكاين اللي عنده ما عنده والو اصلا في هذه الدنيا، ما عندوش يلا عنده باش عايش وتيقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذاك الحمد براسو راه رزق. يعني دائما اي حاجه عندنا في حياتنا نقولوا الحمد لله على هذا الرزق اللي عطيتينا. يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا الفيديو اللي كنسجل لكم راه رزق، التليفون اللي في يدي راه رزق، هاد الكونيكسيون اللي عندنا راه رزق. كاين اللي تيسحب له صافي زعما داك الويفي راه دايم ليه. راه نطلبوا من الله السلامه، نطلبوا من الله الخير، والله يداومها نعم علينا لا تعد ولا تحصى، والله يداوم علينا الارزاق، والله يزيدنا من فضله، ما كرهناش الزياده. والسلام عليكم.